كده هناخدكم في جولة في بيت سيتي القديم. عايزة اقول لكم بيت سيتي ده مهجور بقاله 10 سنين او اكتر، محدش فينا فتحه ولا فكر يجي جنبه، مهجور. فاحنا النهارده حابين نشوفه هيبقى شكله عامل ازاي بعد مرور الوقت ده كله. طبعا هو كان مقفول بالقفل واحنا فتحناه. يلا كده معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، سموا الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، عايزه اوريكم منظر البيت. بصوا التلفزيون القديم بقى بتاع زمان، وبصوا بقى الرشاقه بتاعت زمان. بسم الله الرحمن الرحيم، سموا الله، لان البيت كده مقفول. بسم الله الرحمن الرحيم. بص المنظر، حاجه تحس ان هي عفى عليها الزمن. سبحان الله، بص الحلقه اللي عامله ازاي. بصوا بقى العنكبوت كمان عامل ازاي في المكان، يا سبحان الله. المكان عشان مقفول من زمان، بصوا بقى شكله صعب جدا معمول. بسم الله الرحمن الرحيم، سموا الله كده. لما تخشوا مكان مقفول فاكرين بقى التلفزيون ده بتاع زمان، بصوا عاملين ازاي. بصوا التراب كده، بصوا التراب، لا حول الله يا رب. بصوا التراب عامل ازاي، حاجه عشان مقفوله مركونه بقالها سنين. بصوا بقت عامله ازاي، شكلها صعب جدا اهي. بصوا التلفزيون شكله صعب قوي. طبعا انا مش عارفه اتحرك خالص عشان المكان كله كراكيب لاقصى درجه. بصوا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. حابه بس بصوا الدنيا، بصوا الكاوتش بتاع العربيات الكار، فاكرينها انت الحاجات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى الاوضه اصلا البيت عامل ازاي. بصوا بقى العنكبوت، يعني سبحان الله. بصوا المكان ده مقفول بقاله سنين. بصوا بقى الدنيا عامله ازاي، صعب جدا المكان اهي. بصوا كده هوريكم، انا بس مش عارفه اتحرك من الارض كتر الحاجات اللي في الارض. بسم الله الرحمن الرحيم. فاكرين بقى الصندوق السحاره ده اللي فوق الدولاب، بصوا فاكرينه، ده دايما كنت بشوفه عند ستي الله يرحمها، كان بيبقى موجود. بصوا الكراكيب بقى عباره عن تراب وعباره عن عنكبوت، حاجه يعني صعبه جدا. بصوا بقى، مش فاكرين بقى دولاب زمان، الدولاب فاكرين الدولاب ده، بس بصوا بقى التراب، بس عامل فيه التراب عامل فيه ايه اهو. يعني عفى عليه الزمن يا جماعه والله. الواحد بصوا حتى ظهر الباب من ورا، تحس ان هو الباب نفسه تاريخ، تاريخ بمعنى الكلمه. بصوا اهو، نوريكم بعد شويه. بصوا بقى كده اهي اهو، بصوا عامله ازاي، الحاجات اللي هي ايه من زمان قوي قوي قوي. والحاجه سبحانك يا رب. بصوا العنكبوت، شايفين العنكبوت قد ايه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، نشيل كده من العنكبوت. بصوا التراب، شايفين التراب، بصوا التراب اللي بيقع. وده بصوا العنكبوت ده، بصوا اهو خيط العنكبوت اهو. بصوا سبحان الله. هنا بقى كده بصوا السقف مليان عنكبوت. انا عايزه اقول لكم ان الكاميرا مش جايباه كله. سبحان الله، احنا كده هنكتشف منظر الاوضه كلها كده معانا اهي. المنظر ده بصوا منظرها، يعني عايزه اقول لكم والله صعب جدا اهي. نجيب هنا بصوا، بصوا بقى هنا كمان هنا بصوا فاكرين بقى التيشت بتاع زمان ده اهي، ستي الله يرحمها. التيشت ده انا بس بحاول اعدي اهي. بصوا كده الدولاب منظره، فاكرين يا جماعه الدولاب ده، الدولاب ده 4 ظرف اهو، 4 مش دلوقتي الظرف 3 اهو. بصوا كده، والعجله دي اهي كانت بتاعت خالي الله يرحمه، كان بيحب يركب العجله وهو صغير، فهو محطوطه من ضمن الكراكيب الحاجات دي. بص اهي، ودي بقى حاجات هدوم بتاعت زمان اهي، والكرسي. بص بقى الستاير دي، فاكرين الستاير دي كانت بتاعت زمان قوي اهي. بصوا بقى المكان اهو، جابها لكم من بعيد شويه. بصوا كده، بصوا فاكرين التشت ده اهو، بصوا التشت اهي. بصوا كده فاكرين التشت ده، بصوا، وايام الانابيب وايام الحاجات دي كلها اهو. بصوا هي بس ايه، الدنيا كلها بقت عباره عن عنكبوت زي ما انتم شايفين. بس يعني حق ربنا، لان احنا قافلينه محدش بيفكر يروح يخش خالص، فبقت كل الدنيا بصوا عنكبوت زي ما انتم شايفين كده. الستاير بتاعت زمان بصوا كده اهي، اللي هي الحاجات اللي عفى عليها الزمن دي. طبعا التراب ما اقولكوش، الكاميرا عشان احنا عاملينها عامله. وبصوا بقى فاكرين الازاز، كانت ستي تقول لك ايه، مرايه بالنور، مش عارفه يعني ايه بالنور دي، بس هي كده يعني، ومكسوره طبعا من الزمن. بصوا كده اهي. فردة الكاوتش دي الله يرحمهم كانوا على طول يركبوا العربيه الكارو، وفردة الكاوتش طبعا ده كانت حاجه. خلي بالكوا ده عنده عربيه، عربيه كارو، بس كانت حاجه بقى. انا عندي عربيه كارو، مش حاجه كده بسيطه يعني اهو. بصوا الكركبه بقى والانابيب والحاجات دي كلها، بس بجد كانت حلوه قوي. ما كانتش ان هي ايه كده. دلوقتي طبعا عوامل الزمن وكده، وكان عندهم كمان تلاجة، يعني ايه حاجه بقى لما في الاخر خالص
دي بقى احنا وديناها، هم ما كانش في تلاجة على ايامهم، بس احنا وديناها زمان لستي الله يرحمها. يا ستي ميتة من حوالي 10 سنين. فوديناها، بس هي تلاجة قديمة برضو. بص كده منظر التلاجة، هي دي التلاجة بتاعت زمان. والشيشة دي كانت بتاعت جدي الله يرحمه، كان بيحب يشرب شيشة، فكانت دي بتاعته كده. بص كده اهي. ودي بقى هي البتاع بقت مكان للكراكيب. وفي حاجات اتحطت فيها، طبعا البتاع السيراميك ده ما كانش موجود زمان، اتحطت فيها. بص التلفزيون حتى اتبهدل، الدنيا بقت ايه، بص بقت عامله ازاي. والكراكيب، فاكرين التلفزيون ده كان بتاع زمان قوي قوي، بس تلفزيون ضخم بجد. يعني انتوا لما تبصوا عليه هتلاقوه عملاق قوي من الجنب. ثواني كده اجيبه لكم انا من الجنب، شكله عملاق بجد. بصوا عملاق قوي اهو. بس طبعا بقى الكراكيب والتراب، بصوا بقى عامل ازاي اهو، شكله عملاق قوي اهو. طبعا دي كانت تجربه في البيوت القديمه. بص شكلها بيبقى عامل ازاي اهي. بص كده. فاحنا دخلنا، يعني بجد الدنيا عباره عن تراب يا جماعه. السقف عشان بيج مش مبين العنكبوت اللي فيه والتراب اللي فيه والرشاقه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده العنكبوت اللي هنا كمان. بصوا من هنا، بصوا العنكبوت عامل في الحيطه لاقصى درجه اهو طالع. جامده جدا. وكمان المواعين نفسها، يعني تحس ان هو ايه، عفى عليها الزمن من كتر ما هي ايه، غابت قوي كده. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم، واتمنى ان الجوله دي تعجبكم. احنا طبعا هننضفها بقى، لان ما ينفعش نسيبها قوي كده. هننضفها بقى ونحاول نشوف ايه الكويس وايه الوحش منه.